لو حضرتك معاك سيولة وعايز تنزل تشتري ذهب ومستني ان الذهب يرخص الفترة اللي جاية او ينزل، فانا عايز اقول لحضرتك ان الذهب واخد اتجاه صعود صعود صعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب رايح على فين؟ هل ممكن نسمع في الذهب الفترة اللي جاية ارقام محدش حرفيا ممكن كان يتوقعها؟ خليني اقول لحضرتك بعض التصريحات المهمة اللي قالها ترامب، اللي ممكن تودي العالم في حتة تانية، وبالتحديد في عام 2026. ترامب أعلن أنه استولى على سفينة محملة بالنفط عليها العلم الروسي. خلي بالك ان الكل قاعد دلوقتي منتظر رد روسيا. ترامب كمان أعلن أنه هو هيخطف الرئيس الكولومبي بيترو على غرار ما فعله مع الرئيس الفنزويلي مادورو. ركز كمان علشان قال تصريح مهم جدا، وقال لك ان انا هستولى على جزيرة جرينلاند الدنماركية. وطبعا طلعت وزيرة الخارجية الدنماركية بأخطر تصريح في بداية عام 2026. قالت لك لو ترامب قرب ما بين دول حلف الناتو سينتهي كل شيء في العالم. طبعا العالم على صفيح ساخن. رئيس كوريا الجنوبية الكل عارف قد ايه خطورة الراجل ده. طلع وقال لحضرتك ان انا هطلق صواريخ فوق الصوتية لو حصل تصعيد كمان من قبل امريكا. العالم كله رايح على فين؟ خليني اقول لك كمان الذهب هو كمان رايح على فين. احنا الفترة اللي جاية حرفيا ممكن تسمع اسعار مرعبة في الذهب، اسعار حضرتك ما كنتش تتوقعها. يا ترى الذهب رايح على فين؟ ولو حضرتك معاك سيولة وقاعد بيها تعمل ايه؟ وتشتري ذهب ولا لا؟ ولو حضرتك كمان ما معكش سيولة بس معاك ذهب وعايز تبيع علشان لما ينزل ارجع اشتري تاني، نصيحتي ليك هتكون ايه؟ اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. حضراتكم بقالكم يومين ما وراكوش سيرة غير فنزويلا وامريكا، ولكن خليني اقول لك اللي انت ما سمعتوش. اللعبة كلها مش ما بين فنزويلا وما بين امريكا، اللعبة كلها ما بين الصين وامريكا. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك ان اللعبة دلوقتي مع الصين بشكل مباشر. امريكا دلوقتي بتحاول تسد على الصين اي حاجة بتعتمد عليها اقتصاديا، واول الحاجات دي النفط. خليني اقول لحضرتك ان اهم 4 دول الصين بتعتمد عليهم في البترول او في النفط هما المكسيك وروسيا وايران وفنزويلا. هتقول لي طب اشمعنى بدأت بفنزويلا؟ هقول لحضرتك وركز معايا كويس قوي. ترامب بدأ بفنزويلا ليه؟ علشان يأمن احتياطه من النفط الفترة القادمة، والدولة امريكا ما تتأثرش بأي احداث سياسية او اقتصادية جاية. خليني اقول لك ان ترامب طلع واعلن ان الدور المرة القادمة جاي على ايران. هتقول لي هيضرب ايران ليه؟ هقول لحضرتك ان ايران من اكبر الدول الموزعة او المصدرة للنفط للصين، وهو بيقفل على الصين كل حاجة. اي دولة بتدي او بتساعد الصين هيوقفها. خليني اقول لك كمان نقطة مهمة. النهاردة لو قام ضرب ايران ضربة مباشرة ده هيخلي يحصل توترات في الشرق الاوسط، وده كمان هيأثر لو ايران ردت على الضربة. هيحصل توترات في الشرق الاوسط، وبالتالي التجارة هتتشل تماما ومصالحه هتقف مع السعودية، وبالتالي هو بيشوف من السعودية بديل وهو لقاه في فنزويلا. خليني اقول لحضرتك ان فنزويلا من اكبر الدول اللي حيازتها للبترول على مستوى العالم بنسبة 20%. فهو طبعا دلوقتي امن احتياطات. هنا لخص لك كل الدوشة دي عشان ما تصدعش دماغك. الفترة اللي جاية العالم كله هيبقى على صفيح ساخن، والمستفيد الاول من كل اللي حضرتك شايفه ده هو الذهب في المقام الاول. الذهب هيتحوط ضد كل اللي انت شايفه ده، وهيركب الصاروخ اذا كان عالميا ولا اذا كان محليا. خليني اقول لك ان امريكا دلوقتي عندها حروب الفترة اللي جاية وعندها تهديدات الفترة اللي جاية كبيرة. المستفيد منه الذهب، اذا كان كولومبيا ولا كوبا ولا المكسيك ولا ايا كان الدولة اللي دور عليها الفترة اللي جاية، ولا حتى ايران، برضو المستفيد هو الذهب. علشان كده ركز عشان تعرف الفترة اللي جاية انت هتعمل ايه. اللعبة كلها حوالين ان ترامب ما عندوش يما ارحميني، ترامب ما عندوش ان هو يقول ما بيعملش، ترامب هو بيعمل قبل ما بيقول. خليني اقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، اوعى تراهن الفترة اللي جاية غير على الذهب. الذهب هو الحصان الاسود الفترة اللي جاية. علشان كده اهم نقطة انا عايز اوصلها لحضرتك
ان الفترة اللي جاية وارد نشهد في المنطقة او في الشرق الاوسط تغيير جذري، لان المنطقة الفترة اللي جاية ترامب هيولع فيها حرفيا، ترامب بيلعب بالنار. حضرتك معاك سيولة وعايز تنزل تشتري ذهب ومستني ان الذهب يرخص الفترة اللي جاية او ينزل، فانا عايز اقول لحضرتك ان الذهب واخد اتجاه صعود صعود صعود. ركز في اللي انا هتسمعه مني دلوقتي علشان مهم جدا. الذهب اشتريه دلوقتي ونتقابل في شهر 12 2026. الذهب هيسمع معاك، مش هقول لك 7000 جنيه، بس خليني اقول لك انه هيبقى اعلى. الذهب هتشوف فيه صعود فوق مستوى ال 7000 جنيه، بس خلينا نتقابل في ديسمبر 2026. التاريخ ده مهم جدا جدا لما يمر على الذهب سنة. اوعى تخاف، اوعى تتوتر، جمد قلبك وانزل اشتري ونتقابل بنهاية عام 2026. طيب لو انا النهاردة عايز ابيع علشان اشتري لما يرجع ينزل، خليني اقول لك لو عملت كده فانت اكبر خسران ممكن تشوفه في حياتك. خليني اقول لك ان الذهب الفترة دي حافظ عليه على قد ما انت قادر. لو حضرتك عندك اي مسؤوليات او اي التزامات وعايز تبيع الذهب علشان تقدر تغطي التزاماتك، بيع على قد الالتزام. ما تقولش ابيع ولما يرجع ينزل ارجع اشتري تاني. الذهب من اول 4500 جنيه لعيار 21 وصل بينا لحد 6000 جنيه، رفع 1500. اي حد باع وقتها عشان الذهب ينزل خسر 1500 في الجرام. ما تخليش نفسك قاعد متوتر وتخلي نفسك قاعد مشتت. الفترة اللي جاية فترة الرهان على المحافظة على الذهب. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.